والآن مع المفاجأة. هو انتوا كنتوا فاكرين عشان سان داونز ما وقعتش معانا في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا يبقى مش هنلعب في جنوب أفريقيا الساعة 3 العصر؟ Absolutely not. موعد مباراة النادي الأهلي القادم في دوري أبطال أفريقيا في تاني مبارياته في دور المجموعات. في أكتر ماتشات الأهلاوية بيموتوا فيه، الماتشات اللي بتجيب لنا ضيق في التنفس، وهي ماتشات الساعة 3 العصر في جنوب أفريقيا. النادي الأهلي يلتقي بفريق أورلاندو في جنوب أفريقيا يوم السبت القادم الساعة 3 عصرا 3 في جنوب أفريقيا. المباراة سوف تذاع على بين سبورت عشان محدش يسألني في النقطة دي. طبعا هو مش بس كده، زي ما انتوا عارفين حبايب قلب خوخة ان احنا عندنا طار مع أورلاندو. المصيبة مصيبتين، مصيبة 3 العصر في جنوب أفريقيا ومصيبة الطار اللي معانا مع أورلاندو. طبعا يا شناوي مش هوصيك يا حبيب قلبي، في كورة هتتشاط عليك من نص الملعب الساعة 3 العصر في جنوب أفريقيا، اتحرك لها من دلوقتي. ودي تاني في جنوب أفريقيا، بصوا مش هقبلها ليه؟ اني تعبت من خمسات جنوب افريقيا. ما عنديش مشكله ان اتغلب 5 من اي فريق تاني، وما عنديش مشكله ان يجي جول في الشناوي من نص الملعب من اي فريق تاني. شرط عندي ان يكون الفريق ده مش من جنوب افريقيا. جالي تروما من فرق جنوب افريقيا. اي فريق بره جنوب افريقيا عاوز يغلبنا 5، عاوز يجيب جول في الشناوي من نص الملعب، ما عنديش مشكله فيه. يا رب الرساله تكون وصلت. ولكن ناتي للجانب الايجابي وهو اللي انا هقوله لكم. كل من اشرف داري مهما الداري اصابتك باينه وواضحه لي، ووسام ابو علي، الاثنين في قائمه النادي الاهلي وفي بعثه النادي الاهلي. يعني الاثنين هيسافروا مع فريق النادي الاهلي لجنوب افريقيا استعدادا لمباراه اورلاندو يوم السبت القادم. حد يجي يقول لي طب هل هم هيلعبوا؟ دي في ايد كولر. يعني هم لحد دلوقتي الاثنين جاهزين وتعافوا من الاصابه، ولكن على ما اعتقد ان كولر استحاله يجازف بيهم الاثنين، خصوصا على ارضيه ملاعب جنوب افريقيا زفت. ولكن هم مسافرين مع الفريق. كولر شكله كده عاوز ينولهم شر انهم يتغلبوا 5، يشوفوها كده قدام عينيهم. الاثنين لسه جداد في الفريق. جود لك.